Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di blog saya Danes. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Lama tidak ketemu ya. Sudah lama tidak bikin video dikarenakan pertama lockdown. Setelah buka lockdown, open lockdown, saya alhamdulillah terkena tipes lumayan lama ya, lumayan hampir 3 minggu tidak bisa kemana-mana, cuma hanya bisa berbaring saja. Dan sekarang alhamdulillah sudah sudah sembuh, sudah mendingan, sudah bisa sholat id ya. Sekarang saya akan pergi sholat Idul Adha di masjid terdekat di Jeddah ya. Dan saya ucapkan tidak lupa selamat Hari Raya Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Kurban, selamat Hari Raya Haji. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita ikuti saja videonya, dan jangan lupa bagi yang baru bergabung silahkan subscribe dulu, ya, like apabila suka dengan videonya, dan silahkan di-share ke sosial media. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا الله أكبر ما كبر المكبرون والله أكبر ما لبى الملبون والله أكبر ما طاف الطائفون والله أكبر ما سعى الساعون بين الصفا والمروة والله أكبر ما رميت الجمرات والله أكبر ما ذبح من أضاحي وهدي وقربات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المؤمنون فأوصيكم بوصية الله تعالى للناس في أول سورة الحج يقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أيها المؤمنون هذا اليوم هو يوم العيد وهو يوم النحر وهو أفضل الأيام عند الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر رواه ابن حبان في صحيحه كما أنكم تستقبلون غدا أيام التشريق الثلاثة التي تبدأ بخيرها وأعظمها
وهو يوم القرن، اليوم 11 من ذي الحجة، وسمي بيوم القرن لأن الحجاج يستقرون في منى بعد طواف الإفاضة والنحر. وفي أيام التشريق يقول سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. ويقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب. رواه أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. ومعنى فضلها أن الله تعالى يزيد عباده في إجابة دعواتهم وقبول أعمالهم ومضاعفة أجورهم ومغفرة ذنوبهم وعتقهم من النار. وما شاء الله سبحانه وتعالى من نعمه وآلائه وصنوف جوده وعطائه تستمر إلى هذه الأيام. فعظموا هذه الأيام المباركة الجليلة بفعل ما شرع الله تعالى فيها من التكبير والتهليل والذكر، لا سيما أدبار الصلوات المفروضة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، وبما شرعه فيها من ذبح الأضاحي مع الأكل والإهداء والصدقة منها، وبما شرعه الله تعالى فيها من الفرح بنعمته وفضله، فإن أيام الأعياد أيام فرح وسرور وتوسعة على الأهل والعيال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن الله تعالى خلقنا من أجل التوحيد، خلقنا